سلمت طفلتها لأبيها لليلة واحدة. بعد ساعة دخلت الطفلة في غيبوبة. السبب مرعب. كن أنت تزداد جمالا. شاين هي طفلة صغيرة مليئة بالحياة، سعيدة وبصحة جيدة منذ أتت إلى هذا العالم. كانت البنت الصغيرة كل شيء بالنسبة لأمها التي لم تكن تستطيع التخيل أنها تستطيع أن تعيش بدونها. لكن كل شيء انهار يوم أتى أبوها ليزورها. والدا الطفلة شاين انفصلا عن بعضهما وتشاركا حضانة الطفلة. كل أسبوعين كانت تمضي يوم العطلة مع أبيها، لكن المأساة التي حدثت في ذلك اليوم زلزلت حياتهما. بعد ساعة من رعاية الأب للطفلة، تلقت إيمي والدة شاين اتصالا لن تنساه أبدا. كانت الطفلة شاين قد بلغت من العمر 8 أشهر، وكما كل الأطفال في عمرها كانت تبكي كثيرا. عندما عجز أبوها عن تهدئتها أمسكها وهزها معتقدا أنها سوف تتوقف عن البكاء. قام بهزها بشكل قوي لدرجة أن جمجمتها تحطمت وحدث لديها نزيف دماغي. تم نقل الطفلة بسرعة إلى أقرب مستشفى بواسطة هليكوبتر، وسرعان ما أخبر الفريق الطبي إيمي أن ابنتها لم تعد تتنفس. هرعت الأم إلى المستشفى في حالة يأس شديد، حيث علمت خبرا مرعبا: طفلتها الصغيرة ستبقى في غيبوبة طوال حياتها. تقول الأم: بينما كنت أبكي بدأت أرتجف من الذعر ولم أتوقف عن التقيؤ. دعوت الله أن ينقذها ويأخذني مكانها. عندما ذهبت لأراها في سريرها كانت مغطاة بالضمادات، في جسمها عدة حقن لنقل الدم إليها، وساقاها سوداوان بسبب جلطة كانت تتشكل فيهما. ثم طلبتني الشرطة وقالت لي: اعترف جيمس أبو شاين بأنه هز الطفلة. الرجل الذي أحببته، حبي الأول، رفيقي في الصف، الصبي الذي كنت أعرفه كل حياتي والذي تشاركت معه 10 سنوات من عمري، فعل هذا لابنتنا. كل حياتي تحطمت. اعترف والد شاين بما فعله. لقد فقد بكل بساطة قدرته على التحكم بالموقف، وحكم عليه بالسجن مدة 20 سنة. لكن بينما كان مسجونا بذلت الأم جهودا مستميتة من أجل ابنتها الصغيرة، وبعدها أخبرها الأطباء أن الطفلة لن تعيش، وإذا عاشت فستبقى في حالة غيبوبة كل حياتها. عندئذ حدثت المعجزة. مع أن نصف دماغ شاين مشلول، ولكنها استيقظت، استطاعت أن تتكلم وأن تتحرك. مع هذا الجزء الأيمن من جسمها لم يتجاوب، لكن هذا لم يجعل الفتاة تفقد فرح العيش أو تعيش حالة يأس رغم إعاقتها. شاين عمرها الآن 3 سنوات وتعيش طفولة كأي طفلة أخرى. لا أحد يستطيع أن يتخيل المأساة التي تحملتها عندما يرى ابتسامتها. تكتب أم شاين بشكل منتظم على صفحة فيسبوك لتخبر عائلتها وأصدقائها عن التقدم الذي تحرزه شاين، لكن بالنسبة لها أهم ما تريد من الأهل أن يعرفوه: كونوا حذرين دائما عندما تريدون أن تسلموا طفلكم لأحد ما. شاركوا هذه القصة مع كل من تعرفونه لكي تتجنبوا أن يتكرر هذا مع أي كان. صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث ثما فوق السهول وبالجبال وبالقرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. يا ربي صل على النبي محمد ما شج جرح في سبيلك وانبرى. صلوا على المختار أحمد إنه أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى.
أزكى الأنام وخير من وطئ الثرى. صلى عليك الله يا خير الورى، تعداد حبات الرمال وأكثرا. صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى، فوق السهول وبالجبال وبالقرى. أصدقائي، شاركوا هذه القصة المذهلة التي قدمناها لكم مع أصدقائكم على فيسبوك، ومع كل الأقارب، وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي. علموا من تحبون كيف يكونوا أقوياء.